إنجي كانت واقفة قدام المراية وهي بتظبط النقاب بتاعها قبل ما تمشي، ولقت أبوها واقف وساند إيديها على الباب. إيه يا حلت أمك، مش ناوية تنزلي وتشوفي أكل المام ولا إيه؟ الشهر خلص ومعيش ولا جنيه ودماغي عايزة تصطبح. حرام عليك، أنت أب أنت، من صغري وأنت مشقيني ومقرفني في عيشتي، ناوي تخلص عليا بدري بدري زي ما خلصت على أمي الله يرحمها. بقولك إيه يا بت أنت، مش هتقعدي توجعيلي دماغي على الصبح، بقولك لسه ما اصطبحتش. اغزي الشيطان كده وانزلي يلا عشان احنا آخر الشهر، تلاقيكي هتقبضي النهاردة عشان تديني الفلوس بقى. انت ايه يا راجل انت، ما انت بسم الله ما شاء الله اهو، عندك رجلين وايدين، يعني تعرف تنزل وتشتغل أجدها شغلانة، ولا انت ما بتحبش تعتمد على نفسك أبدا؟ ده بدل ما تقولي يا ابويا اقعد وريح نفسك وانا اعمل لك كل اللي انت عايزه، بتقولي لي انزل واشتغل. اسفخس عليكي، ده انت بنت عاقة صحيح. ما انت مريح عمرك كله، من صغرك وانت مريح، وجدي اللي كان بيصرف عليك، وبعدها أمي، ومن بعدهم أنا. ناوي تعتمد على نفسك إمتى؟ لما تروح لربنا ولا إيه نظامك؟ إيه ده بقى؟ ده الكلام ده جديد عليا. قولي بقى إنك شايفة لك شوفة ومخلصة كل فلوسك عليه يا حلت أمك. أتاريكي واقفة بتتزوقي وبتعدلي في المخروب بتاعك اللي انت لابساه ده، رايحة تقابليه يا بت. أقابله إيه يا راجل انت انت فاكرني من الستات اللي انت بتعرفهم ولا إيه؟ أنا أمي الله يرحمها مربياني أحسن تربية، والمخروب اللي أنا لابساه ده شيء ما يخصكش، دي حاجة بيني وبين ربنا، وارحمني بقى لوجه الله عشان تعبت. يلا يا حبيبتي يلا، طريقك أخضر، الحقي روحي بدري قبل ما يتخصملك. ساعتها بصيت له بقرف من فوق لتحت وهي صعبان عليها نفسها، وطلعت وقفت بره الباب وسمعته وهو بيقول: ما تنسيش بقى تجيبلنا أي حاجة ناكلها وانت جاية بالليل، عشان مفيش حاجة في التلاجة. ونزلت راحت شغلها وهي كارهة حياتها كلها. أول ما دخلت وقعدت، المدير كان واقف وبصلها: إيه يا أنسة إنجي التأخير ده كله؟ إحنا مش متكلمين كذا مرة في الموضوع ده؟ معلش يا أستاذ، والله كان غصب عني، كان في مشكلة وكانت لسه هتكمل كلامها، لقيته بيبصلها وهو بيقول بقرف: ولا مشكلة ولا بطيخ، مخصوم ليكي أسبوع يا أنسة إنجي عشان تبقي تتأخري تاني كويس. ساعتها قامت وقفت وهي بتقول: هو في إيه؟ هو كل شوية خصم؟ هو الشهر فيه كام أسبوع يا ست المدير؟ أنت بتتلكك لي وحاطط نقرك من نقري ليه؟ أنا أحط نقري من نقرك؟ ليه إن شاء الله. ساعتها رمت الورق اللي كان في إيديها على الأرض وخدت شنطتها وهي بتقول: بقولك إيه، أنا ماشية وسايبها لك مخدرة، اخصم لي بقى العمر كله. قالت كده والكل كان واقف بيضحك عليه. زعق فيهم كلهم وهو بيقول: كلكم مخصوم منكم أسبوع، يلا على شغلكم أحسن ليكم، يلا بقول لكم. فضلت ماشية وهي بتكلم نفسها وبتقول: يا رب أروح فين بس ولا أجي منين؟ ولقت قدامها الكورنيش. أنا هو أبكي للنيل، هو الوحيد اللي هيسمعني من غير ما يضايقني، عشان بمنتهى البساطة هو مش راجل. وراحت قعدت قدام النيل وهي بتعيط وبتقول: يا رب يا رب، أنا تعبت وفاض بيا من وأنا صغيرة وأنا متمرمطة ومش عارفة أعيش أي مرحلة في حياتي. أمي راحت وسابتني الواحد ما بيرحمش، وبيعاملني على إني بنك، وبيشفط أي قرش معايا عشان يصرفه على قرف. بيت يخنق، حتى الشغل سبته، ده لو عرف إني سبت الشغل مش بعيد يخلص عليا. أنا مش معترضة والله يا رب، بس أنا ما بقتش عارفة أفكر ولا أهرب من كل اللي أنا فيه ده. في الوقت ده كان في راجل قدامها لابس قميص أسود وبنطلون أسود، وكان بيتكلم في التليفون. لقيته راح واقف قدامها وهو بيقول بنرفزة: أحزانك احتفظي بيها لنفسك وعيطي في صمت، أنا مش عارفة أتكلم من صوتك المزعج ده. قامت وقفت وهي بتمسح دموعها وقالت: إيه ده؟ في إيه؟ اوعى تكون فاكر نفسك عشان بعيط أبقى غلبانة وتفتكرني ست منكسرة، ده أنا أوديك البحر وأرجعك عطشان. ساعتها رجع بظهره لورا
وهو بيبص لها باستغراب. ايه في ايه؟ بلعت مجاري وانفتحت عليا، ده حتى ولا لايق عليكي ولا على النقاب اللي انت لابساه. لا اسكوزمي بقى، ما اسمحلكش. لو هتتكلم في النقاب يبقى احنا كده بنتكلم في اعراض ناس. ثم انت ايش دخلك وحشرك؟ انا قاعده بشكي احزاني واحوالي للنيل، انت مالك بقى؟ قرب منها جامد وهو بيبص لها وقلب غيظ. واحد، انا لا اتدخلت ولا اتحشرت فيكي. اتنين، احفظي شكلي ده كويس قوي عشان المرة الجاية مستحيل اسيبك تعدي كده مرور الكرام. بلعت ريقها بتوتر وهي بتقول: انت باد بوي على فكرة، وبني ادم رخم. المفروض تتكلم مع النوع الاخر باسلوب احسن من كده. ده انا في رقة الفراشات وفي بساطة النحلات وفي هش بقى، اسكتي. ساعتها بصلها بغضب، خافت وجرت من قدامه وهي بتبرطم وتقول: يا لهوي يا لهوي، ده شكله كيلر متسلسل ومأجور، يا إما زعيم مافيا، بس وسامته مقوياه. ده يا بخت اللي بيحبها والله. ورجعت على بيت أبوها، لقيته قاعد في الصالة بصلها وهو بيقول: إيه، اتأخرتي ليه؟ هو بيسهرك للدرجة دي؟ بيسهرني وبيضحكني. حلو كده، يا رب تكون ارتحت. قام مسكها من دراعها جامد وهو بيقول: تصدقي انك بنت قليلة الادب وما تربيتيش؟ بس انا هقول ايه، ما انت تربية امك النقص. قال لها كده وزقها دخلها اوضتها وهو بيقول: انا بقى هربيكي من اول وجديد يا بت انت، اما وريتك. وتاني يوم محمد زعيم المافيا كان واقف في الوكر بتاعه، وكان معاه دراعه اليمين. كان واقف وهو بيبتسم بشر، والراجل اللي كان واقف معاه بصله وهو بيقول: ها، نخلص عليه يا محمد باشا ولا هنسيبه حي المرة دي كمان؟ الراجل ده لو ما خلصناش عليه صدقني هيهرب، ومش هنعرف له طريق بعد كده خالص. ساعتها ابتسم محمد وهو بيقول: ما تبقاش غشيم كده يا حسن، اتعلم واتقل على الآخر. خلص على اللي قدامك وخوفه، واسحب دمه من جسمه على الهادي عشان تستمتع بمزاج. ابتسم حسن وهو بيقول: تمام يا محمد باشا، بنتعلم منك يا كبرنا. مشي محمد وركب معاه حسن وساق بيهم السواق. وصلوا البيت وحسن ضرب الباب برجله وفتحه، ومحمد دخل وقف قدام الراجل اللي كان واقف خايف منه، وكان بيقول بهدوء، بمنتهى الهدوء والبساطة: هتسمع الكلام ولا تخليني أفرغ صديقي الوحيد في دماغك؟ انت عارفني ما بهددش. بصله الراجل وهو بيحاول يداري خوفه منه وهو بيقول بصوت عالي: انت فاكر نفسك هتعرف تخوفني؟ امشي اطلع بره وخد شوية الهبل اللي معاك دول عيال خيخة زيك بالظبط، ولا تسوى حاجة في سوق الرجالة. اتعصبوا الرجالة وكانوا هيروحوا يمسكوه. رفع محمد ايده وهو بيشاور لهم عشان يفضلوا في مكانهم، وان محدش يعمل اي حاجة. ما تتعبوش نفسكوا يا رجالة، انا عارف هتصرف معاه ازاي كويس قوي، ده حبيبي مش كده ولا ايه؟ قال كده وشاور لحسن اللي مسك الراجل وخلاه يقعد في الأرض. معلش بقى، انت اللي جنيت على نفسك واضطرتني ان استخدم العنف معاك. انت عارفني ماليش في كل ده. انا راجل سايكو بس طيب والله، وانت عارف برضو انك حبيبي. ربنا ينتقم منك، انت السبب في اني ابقى مديون لك وخلتني مش عارف اظبط دماغي. منك لله. ليه بقى يا نغة؟ كنت ضربتك على ايدك ولا ايه؟ اظبط كده بدل ما اظبطك بمعرفتي. هو انا اللي قلتلك تعالى يا حبيبي اتدين لي، ولا تعالى ظبط دماغك معنها ما تظبطت؟ بص بقى عشان ننهي الحوار ده، عشان انا مولود خلقي اضيق من خرم الابره. قدامك حلين ملهمش تالت: يا اما تجيب الفلوس اللي عليك اللي انت شفطتها مني ومستحليها وسايق الهبل على الشيطنه ونمت عليها، يا اما بقى تقول على نفسك يا رحمن يا رحيم. وفي كلتا الاحوال انا شايف ان الحل الاول حلو،
وهو إنك تجيب الفلوس. بس مش هنستكفى بكده، وأعمل لك أوفر كمان، إنك هتقول على نفسك يا رحمن يا رحيم بعد ما تدفع. والله مش هتلاقي أطيب مني، ولا حد هيقرب مني، ولا هتقدر تعمل لي حاجة. ووفر تهديدك لنفسك. ليه بقى كده؟ ما كنا حلوين. قلت لك ما تعصبنيش عشان خلقي ما يفرقعش فيك يا حبيبي. اتفقنا؟ كان الراجل مرعوب قوي وهو بيفكر ومش عارف هيعمل ايه. محمد كان لسه هيزعق، لقوا الباب بيتفتح ودخلت منه بنت كانت لابسة النقاب بتاعها. وأول ما شافتهم بصت لهم باستغراب وخوف، وهي مش فاهمة حاجة. قربت من محمد وهي بتبصله، وهي بتقول باستغراب: أنا حاسة إني شفتك قبل كده. أنت مين؟ ومين الناس الكتيرة دول؟ وبتعملوا إيه فيهم قاعدينه كده ليه على الأرض؟ تعالي يا بنتي، تعالي الحقيني، عايزين يدمروا أبوكي ويخلصوا عليه. خلصيني منهم يا بنتي واديهم اللي هم عايزينه. يا أخي أنت بتقول إيه؟ أنت عايز تتحمى في بنتك بدل ما تحميها وتخاف عليها؟ بقى أنت راجل طول بعرض ومش عارف تتحرك ومقعدينك كده في الأرض. مطلوب مني إيه أنا؟ أخلق جناحات وأشيلك عليهم؟ حرام عليك والله. كان محمد واقف مركز معاها وابتسم بخبث وهو عينه عليها. الظاهر كده إن ربنا بيحبك، ويظهر إن في حل تالت، والحل ده أحبذه جدا. حل إيه؟ أنا هاخد البت الحلوة دي مقابل الدين والفلوس اللي عليك، وهسيبك انت تعيش اللي باقي من عمرك معزز مكرم، ومش هتشوفني تاني حتى في أحلامك، ولا أنا هشوف خلقتك تاني. ها، قلت إيه؟ أظن إن ده عرض مغري. وبص الإنجي بصة خبيثة وكمل كلامه وقال: زي ما هي مغرية بالنسبة ليا كده. انت شكلك اتجننت. بنت مين دي اللي تاخدها؟ خلص عليا أحسن من الهبل اللي بتقوله ده. أنا لا يمكن أسيب بنتي ليك يا حيوان انت. ساعتها إنجي بصت له وعينيها مدمعة، وكانت فرحانة لأنه بين إنه خايف عليها والأول مرة في حياته. ولقيته بيكمل كلامه وهو بيقول: لما انت تاخدها مين اللي هيصرف عليا وعلى كيفي؟ لا، مستحيل أسيبك تاخدها. ساعتها بصت له بقرف وقالت: طول عمرك هتفضل على نفس حالك، اللي فيه طبع عمره ما يعرف يغيره، وبالذات لو وحش زيك. قرب منها محمد وهو بيقول: ولما خلص عليك أنا هستفاد إيه بس؟ خليك ناصح. على العموم أنا قلتلك اللي عندي عشان أنا طيب زي ما أنت عارف. هسيبك لحد الصبح تكون فكرت وظبطت حالك، يا إما أجي ألاقي البت دي قدام الباب عشان أخدها، يا إما هاجي برضو بس عشان أخد روحك. ساعتها بصله وقال له بكل قسوة: وليه نستنى للصبح؟ كده كده هي ما تلزمنيش في حاجة. خدها طالما هتفك زنقتي، ومش هشوف وشك ولا وشها بعد كده. أقولك أنا بعتها لك بعقد ملك مش إيجار، وكمان فوقيه بوسة. مبروك عليك. حتى بنتك بعتها يا عديم الإنسانية. على كل حال ده في صالحي، مسيرك تفضل قاعد لحد ما تترمي في الشارع وما تلاقيش حد تتوى عنده. بصت له إنجي بحزن وقالت: رغم إن شكلهم يخوف ومعرفهمش، بس أكيد مش هيبقوا أسوأ منك. دول حتى لو خلصوا عليا هيبقى أهون من اللي انت بتعمله فيا طول عمرك. بتبيع بنتك يا راجل يلي ما عندكش رحمة. على كل حال ما كنتش استبعدها عنك يعني. ربنا يسامحك على كل حاجة عملتها فيا، أصل ربنا ما بيسيبش. بصلها وهو بيقول ببرود وقسوة: يلا يا أختي، سكة السلامة يا قلب أبوكي. وقتها كانت عايزة تصرخ وتعيط على كل اللي بيحصل ليها، بس استحملت وراحت وقفت قدام محمد وهي بتقول: عايز تخطفني ولا تاخدني من هنا؟ أيا كان المسمى بتاعك إيه، تكتب علي. أنا مش هقبل بأقل من كتب كتاب عشان هي مش شروة والسلام. واضح إن الموضوع عجبك. لا والله، لا عجبني ولا أي حاجة.
بس الجيش قالك إيه؟ اتصرف. على أي حال همشي معاك، يبقى أجي بقى على نظافة من غير ذنوب، ما هي مش دنيا وآخرة، حرام عليكم بقى. وأنا موافق، والمأذون هيحضر حالا. وشاور لحسن، وبعد شوية كان المأذون جه وكتب الكتاب وقال جملته الشهيرة: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. أما محمد وقف وهو بيقول: مبروك عليك يا عروسة. ساعتها وقفت بمنتهى البرود قدام محمد وهي بتقول: ما يلا بقى يا أخوي، خلصنا ومشينا من هنا، مش كتبنا الكتاب؟ يلا. رفع حاجبه وهو بيبص لها باستغراب، وبعدين شاور للحرس بتوعه وطلع من المكان. خدوها الرجالة وشالوها وخرجوا بيها. بصت ليهم بتريقة وهي بتقول: والله يا رجالة، الواحد كده هيتعود على الدلع الماسخ ده. الواحد كان نفسه يشوف ناطحات السحاب، بس بالمنظر ده أنا كده همسك السحاب. انتوا طوال كده ليه؟ بصوا ليها ومردوش وركبوا العربية، وبعد شوية وصلوا قدام الفيلا بتاعته. جت تنزل لوحدها، قاموا شايلينها هما الاتنين. بصت ليهم وهي بتقول: طمنوني يا رجالة، وصلنا للدور الكام دلوقتي؟ ما بتردوش ليه؟ بس احنا زعلناكم في حاجة؟ طيب اسكتي بقى، عشان محمد باشا ما يعملش معاكي الواجب دلوقتي. وما يعملش ليه يا اخويا؟ ده انا حتى ضيفة عنده اهو. وهم ماشيين بيها بصت لهم وهي بتقول: والله يا شباب ما عارفة اقول لكم ايه، نردها لكم في الافراح ان شاء الله. نزلوها في الأوضة وطلعوا سابوها. وقفت بتتأمل في الأوضة وهي بتقول: ايه ده ولا أوضة الأميرات، أقسم بالله. ده لو العيال اللي في الحارة شافوا الأوضة دي هيجوا بأهاليهم يعيشوا فيها. مش بعيد يفكروها منتجع سياحي من اللي بيجي في الإعلانات بتاعت الناس الأغنية ده. ناس عايشة وناس بايشة، هقول إيه بس؟ اللهم لا اعتراض. في الوقت ده كان محمد طالع على السلم وهو بيفكر في كل اللي حصل، وهو مش قادر يستوعب هو ليه في ثواني قرر إنه ياخدها معاه. قطع تفكيره حسن وهو بيقول: ناوي على إيه يا باشا؟ تحب نخلص عليها؟ بيقولوا عليها لمضة وعنادية، فقبل المشاكل يعني نخلص على طول. ساعتها محمد اتجنن أول ما سمع اللي قاله: محدش ليه دعوة بيها، دي بقت مراتي، يعني خط أحمر. وعرف أي حد إنه ما يعتبش البيت هنا طول ما هي قاعدة فيه لوحدها. ويلا يا حسن، لو وراك شغل شوفه وخلصه. بصله حسن باستغراب وبعدين قال: أوامرك يا باشا. سابه محمد وطلع، وهو داخل أوضته سمع صوت عياط جاية من أوضتها. فتح الباب على طول ودخل. اتنفضت أول ما شافته ووقفت وقالت: قولي يعني، هي مامي معلمتكش حاجة زي دي وانت بيبي ولا ايه؟ ساعتها قرب منها وهو بيقول بسماجة: لا معلمتنيش، أنا أصلا قليل الأدب. يا عين أمك يا أخويا، يعني طلعت رئيس عصابة وحالك تمام وما تكلمناش، لكن تبقى قليل الأدب؟ دي بقى اللي حاشا لله. ساعتها رفع حاجبه وهو بيبص لها بشر. أول ما شافته باصص ليها كده قامت معيطة وهي بتقول: أقسم بالله أنا خايفة منك. بس لا، ده إيه ده أنا أوديك البحر كانت لسه هتكمل كلامها لقيته قرب منها وقال: أوديك البحر وأرجعك عطشان، مش كده؟ رفعت حاجبها وهي بتبصله وقالت: بسم الله الرحمن الرحيم. انت عرفت اللي انا كنت هقوله ازاي؟ هو انت ملك نهر النيل المتعصب؟ شاطرة، اديك افتكرتيني اهو. ده انت طلعتي بتنسي بسرعة. انا قلت برضو انك كيلر متسلسل ومأجور، يا اما زعيم مافيا، وبسم الله ما شاء الله عليك طلعت الاتنين. كيلر؟ انا خايفة منك قوي. كان واقف هيموت على نفسه من الضحك من منظرها. بعد عنها وقال وهو خارج من الباب: لا خافي بقى، عشان أنا بعض العيال الصغيرة الزنانة من رجليهم بالليل، فخدي بالك بقى، ولو عايز أعمل حاجة هعملها.
اوعى تكون فاكر نفسك عشان اتجوزتني ده يحقلك تقرب مني، وحياة ربنا اضربك في كرشك. رفع حاجبه وهو بيبرق وقال لها اتكلمي على قدك يا قطتي. قال كده وسابها وخرج، وبصت له بغيظ أول ما قال لها كده، وكان طلع وقفل الباب وهي وقفت تدبدب في الأرض برجليها. مستفزة قوي، أنا مرعوبة منه بس مش عارفة أعيط. أعمل إيه يا رب؟ حلاوته مخلياني بدوب مش بعيط. إيه الوضع المريب ده؟ وبالليل كانت رايحة جاية في الأوضة ومش مريحة نفسها وهي بتقول أعمل إيه دلوقتي؟ لأ، ما أنا مش هفضل كده كتير. هو جايبني هنا أعمل إيه؟ شكله هيطلع من العيال اللي بيقفوا في الميدان دول وبيبقوا بصاتهم وحركاتهم مش ولا بد. لأ، أنا لازم أتكلم معاه، بس أنا خايفة أوي. سكتت شوية وبعدين قالت وهي بتفتح الباب أنا هروح له بقى واللي يحصل يحصل، هي موتة ولا أكتر. وخبطت على الباب جامد وبعدين فتحت الباب ولقت الأوضة فاضية. فضلت واقفة تتفرج عليها وهي بتقول إيه ده؟ الأوضة دي الميكس بتاعها رهيب قوي، كلاسيك خالص على باد بوي، بس زي القمر واتنفضت من مكانها لما سمعت صوته وهو بيقول وإيه؟ كملي. لفت وشها وصرخت جامد أول ما شافته وحطت إيديها على عينيها وهي بتقول أنت قليل الأدب، أنت إزاي تخرج بالمنظر ده يا بني آدم؟ أنت فاكر نفسك يعني جون سينا ولا إيه؟ على فكرة بقى أنا في أوضتي وبوينت كمان، ده بيتي، يعني أعمل اللي أنا عايزه. وبعدين شيلي إيدك دي من على عينيكي. هو يعني عشان بيتك هتذلنا وتركبنا سيئات يا عم؟ أنت روح البس حاجة استر بيها نفسك عشان عايزة أتكلم معاك شوية. نفخ بزهق منها وبعدين جه وهو لابس تيشيرت مسكها من إيديها وقعدها على السرير وقعد قدامها. ها، اتفضلي قولي اللي عندك، جاية في أوضتي نص الليل ليه؟ هو أنت مش خايفة مني؟ وقتها كانت بصله وهي سرحانة وقالت أنت وسيم قوي، إيه اللي أنا بقوله ده؟ قصدي لئيم. ابتسم وبعدين بصلها ولقاها بتعيط لوحدها. سألها وهو بيقول باستغراب مالك في إيه؟ أنت بتعيطي ليه دلوقتي؟ أنا مش فاهم، هو أنا جيت جنبك يا بنتي؟ بصت له وهي بتعيط جامد وبتتشحتف وهي بتقول أنا خايفة منك قوي ومش عارفة أنت جبتني هنا ليه أصلا، وكمان أنت عايز تعمل فيا إيه؟ أنا ما عملتش ليك أي حاجة ولا حتى شفتك قبل كده خالص غير في اليوم بتاع النيل. أكيد أنت مش هتخلص عليا عشان اليوم ده يعني. ما تخافيش مني، أنا عمري ما أعمل فيكي أي حاجة وحشة أبدا، ولو أنا وحش مع الكل مش هبقى وحش معاكي. كان بيقول كده وهو مش فاهم مشاعره ولا إيه أصلا اللي هو قاله ده، وإزاي هو حنين كده معاها. فضل باصص لها وهو سرحان فيها وفي عينيها البريئة، وهي بصت ليه وقالت ببراءة يعني أنت مش وحش وكمان مش هتعمل لي أي حاجة صح؟ ومش هتأذيني خالص. نفخ جامد وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل معاه وليه رجع ورا كده لما اتكلمت معاه ببراءة، ومسح على وشه وهو بيستغفر وقال استغفر الله العظيم يا رب. أيوة ما تخافيش، مش هأذيكي أبدا، وعد مني. مش عارفة ليه أنا عايزة أصدقك، حاساك مش لايق عليك اللي أنت بتعمله ده. ما عادتش فارقة بقى لايق أو لأ. شكرا يا محمد، تصبح على خير يا محمد، نام نوم الظالم عبادة. رفع حاجبه ليها وبرق. أما هي فطلعت طارت على أوضتها بسرعة من الرعب اللي هو عامله ليها. وقف قدام المراية وهو سرحان ومتنح، وبعدين نفخ جامد وقال لنفسه بلوم انت اتجننت يا محمد، انت قاعد قدامها نسيت حياتك ونسيت شغلك ونسيت اصلا اللي انت كنت عايز تعمله، وكمان وافقت تتجوزها. معقول تكون اتفتنت بيها للدرجة دي؟ دي مجرد بنت عادية لا راحت ولا جت، فوق لنفسك. سكت شوية وهو بيلوم نفسه على اللي بيحصل. لا مستحيل انا بص ليها، لا طبعا، قال كده لنفسه وبعدين اترمى على السرير وهو باصص في الفراغ. وأول ما افتكرها ابتسم لوحده. وعدى فترة وهم كانوا قاعدين سوا
وكان حاسس بالمشاعر غريبة ناحيتها. كان واقف بيبص من الشباك وهو بيقول لنفسه أنا لازم أقسى عليها، أنا حاسس إني متغير بسببها. وشوية وخبطت على الباب ودخل. يلا اطلع يا أخ، هوينا عشان هننضف. بصلها وهو بيقول ببرود تنضفي ليه؟ انت مالك انت؟ وبعدين محدش مسموح له يدخل الأوضة دي من أساسه. تصدق إن أنا غلطانة؟ خير تعمل شر تلقى. ساعتها راح وقف قدامها ومسكها من دراعها جامد وهو بيقول أنا مش عايزة أشوف وشك تاني، انت فاهمة؟ تفضلي في أوضتك وأنا هبعتلك حد يبعتلك الأكل والشرب وخلاص، فاهمة ولا لأ؟ ساعتها بصيت له بخوف وسابته وطلعت تجري على أوضتها وهي بتعيط. هو أنا كنت عملت له إيه يعني عشان يكلمني كده ويعملني كده؟ يا رب ارحمني وخدني عشان ارتاح من اللي أنا فيه ده. وبعد يومين كانوا قاعدين بيفطروا سوا وهي كانت قاعدة بعيدة عنه. بصلها لقاها بتلعب في طبقها ومش بتاكل. ده منظر أكل ده؟ اتفضلي كلي عدل، حضرتك مالكش دعوة بيا، أنا باكل كده. لو قرفان اتفضل قوم. لا مش قرفان ومش هقوم. براحتك برضه. كان لسه هيتكلم لقوا واحدة داخلة من الباب ولابسة فستان قصير وحاطة ميك اب وفردة شعرها. إنجي كانت بصلها وهي رافعة حاجبها ومستغربة. لقيتها راحت حضنت محمد وهي بتقول حمادة وحشتني قوي يا حبيبي، بقى كده كل ده وما تجيش عندي ليه؟ ده أنا ببقى قاعدة لوحدي طول اليوم، حتى ببقى زهقانة خالص. ساعتها إنجي خبطت بإيديها جامد على الترابيزة وقامت وقفت وهي بتتنحنح. إيه يا حمادة؟ إيه رأيك في المفاجأة الحلوة دي؟ محمد بص على إنجي وبعدين بصلها وقال وهو بيبعد ما قلتليش ليه إنك جاي؟ إنجي بصت ليها وهي بتقول ما تبعدي كده شوية يا حبيبتي، سيبي الراجل يتنفس. ما تعرفيش دلوقتي إنك لازم تسيبي متر بينك وبين أي حد عشان العدوى ولا إيه؟ وبعدين إيه اللي إنتي بتعمليه ده إن شاء الله؟ ده أنا مراته أهو وما بقربش منه بالشكل ده. يوه يقطعني. بصت لها وهي بتشاور عليها من فوق لتحت وقالت انتي مين انتي؟ دي الخدامة الجديدة صح يا محمد؟ زقها محمد جامد وهو بيزعق وقال احترمي نفسك واقفلي بقك ده خالص، ما اسمحلكيش تقولي عنها كده. انجي راحت وقفت قدامها وهي بتقول استنى بس يا محمد الوقت. يا حبيبتي انا الخدامة الجديدة، حتى تعالي اعمل لك خدمة عمر. ومسكتها من شعرها وضربتها جامد وهي بتقول لما تيجي تغلطي في حد يا حبيبتي ابقي اسألي عليه الأول، ما يغركيش إنك كيوت. لا ده أنا مجنونة. وبعدين بقى سي حمادة ده ما يخصكيش. ماشي يا حلوة. بعدهم محمد عن بعض وقاموا وقفوا وبصت له وهي بتقول مين البنت المهزأة دي؟ انت لازم تطردها حالا، شكلها تربية شوارع أو مش متربية أصلا. محمد مسك إنجي ووقفها وراه وهو بيقول انت لو ما مشيتيش من هنا حالا مش هيحصل كويس أبدا، اتقي شر أحسن لك وامشي. ومفيش فرح ولا جواز، أنا أساسا قررت أعيش أعزب لأسباب خاصة بيا. اتفضلي بقى وخدي الباب في إيديكي من غير مطرود. ده آخر كلام عندك يا محمد؟ بالظبط كده، يلا اتفضلي. سابتهم ومشيت وهي مش طايقة نفسها. بص لإنجي وهو بيقول مش عايزك تزعلي يا إنجي من اللي حصل، وبعدين انت خدتي حقك تالت ومتلت. خدت حقي ايه؟ وبالنسبة للي حصل وانا واقفة ده اسميه ان شاء الله. وبعد ما قالت كده بغيرة من غير ما تقصد فضلت تبص حواليها وهي بتحاول تهرب بعينيها بعيدة عنه. ضحك جامد وهو بيقول افهم من كده انك غيرانة؟ نعم انا هغير عليك ليه ان شاء الله؟ بس يا عم بس الله يسهلك. طب على كده بقى انا هروح انادلها واصالحها وابوس راسها. مش قلتلك انك قليل الادب؟ تصالح مين بس يا بابا ربنا يهديه. يعني بتغيري. ساعتها زقته جامد وطلعت تجري على اوضتها وهي مكسوفة منه. وبعد يومين كانت نازلة من على السلم وهي مركزة معاه وهو كان قاعد ماسك موبايل، وكانت بتقول لنفسها يا ريتك كنت ابويا واخويا وحبيبي وجوزي يا محمد، بس مين يغير حياته بقى؟
وهي بتقول كده اتزحلقت من على السلم من غير ما تاخد بالها، وساعتها صرخت وهي بتقع وقالت الحقني يا محمد. محمد أول ما شافها بتقع قام جري بسرعة وقعد على ركبته وهو بيقول إنجي انت كويسة؟ آه. انت مش شايفني قاعدة على السلم باخد تاني اهو؟ انت عبيط يا محمد، شايفني وانا بقع وبصرخ؟ حضرتك فقراتي العصاصية بتنهار، ده انت دمك بارد بصحيح. بطلي لمضة بقى، انا بسأل عشان قلقت عليك. خلاص روح، الله يسهل لك يا عم، وابعد عني عشان اقوم. مد ايده ليها عشان تسند عليه، بصت له وهي بتقول لا يا اخويا، الحمد لله مش محتاجة تسند على حد، ده انا بسبع ارواح. يا ظهري. اعذريني يا انجي، انت اللي اضطريتيني لكده. قال لها كده وهي ما كانتش فاهمة قصده ايه، ولقيته رفعها وشالها على ايديه. نزلني يا عم انت بتصطاد في المية العكرة ولا ايه؟ نزلني بقولك. ولو ما نزلتكيش يعني. فضلت سرحانة في عينيه وما ردتش عليه. نزلها وقعدها على الكنبة وقرب منها. كده بقيتي كويسة؟ ساعتها لقاها بتعيط جامد ورفعت ايديها وهي بتهوي على وشها. مالك في ايه؟ حاسة ان روحي بتطلع، مش عارفة اتنفس يا محمد، مش عارفة اخد نفسي، هيغمى عليا. قالت له كده وبعدين اغمى عليها. قام واقف وما كانش عارف يتصرف ازاي. وقف قدامها وهو بيبلع ريقه وبيقول سامحيني يا انجي على اللي هعمله، بس اكيد مش هسيبك كده يعني، وبعدين انا جوزك وكده مش بعمل حاجة غلط. ورفع النقاب وشاله من على وشها، وفضل واقف مذهول وهو شايف وشها وشعرها اللي واقع على وشها. ساعتها قال لنفسه أنا حاسس إني بحلم، معقول انتي بالجمال ده كله يا إنجي؟ أنا حبيتك من غير ما أشوفك، بس بعد ما شفتك اتفتنت بيكي. فاق من سرحانه فيها وواقف يرش مية ويمسح وشها لحد ما فاق. كانت بتبص حواليها وهي بتقول هو ايه اللي حصل؟ يا لهوي، النقاب فين؟ كانت هتعيط عشان شاف وشها وشعرها. قرب منها جامد وهو بيبعد شعرها عن وشها. ما تعيطيش، انا اسف عشان عملت كده. لا مش اسف، انتي مراتي، بس على اي حال غصب عني والله. انتي كنت تعبانة، انا حاسس اني شفت ملاك قدامي. انتي معقولة تكوني بنت عادية ولا سحرك أثر على قلبي وعقلي؟ ساعتها اتكسفت منه جامد وبعدت عينيها عنه. أنا مش بتكلم معاك أساسا وزعلانة منك، ولساني مش هيخاطب لسانك. فاكرة لما قلتيلي من فترة إنك مش هتتكلمي معايا غير لما أبقى واحد كويس؟ أهو أنا بقى قررت أغير حياتي وأرمي كل حاجة مش كويسة ورا ظهري عشانك انتي وبس. إزاي؟ سبت كل شغل اللي انتي عارفاه، وكنت وارث فلوس كتير من أبويا الله يرحمه، أخدتهم وعملت بيهم شركة، والحمد لله بقت شركة كبيرة جدا وهتكبر أكتر وأكتر إن شاء الله. وبقيت بصلي وقربت من ربنا. عملت كل ده عشان انت اللي فوقتيني يا إنجي، وعشان أبقى شخص نضيف يستحق. كنت عارفة إنك كويس ومش محتاج غير حد يشجعك. أنا مبسوطة بيك قوي يا محمد. حبك سيطر عليا ونظرتك ليا كانت كفيلة تغيرني. أنا مسحور بيكي يا إنجي، بحبك أكتر من أي حاجة في حياتي، ومعرفتش يعني إيه حب غير على إيديك انتي يا لمضة. ساعتها بصيت له بكسوف وكانت قايمة بسرعة، شدها من دراعها وخلاها قريبة منه جدا. إحنا متجوزين، بس أنا عايزك ليا ومعايا العمر كله. موافقة تتجوزيني تاني وأعملك أكبر وأحلى فرح يليق بيكي؟ ده أنا أتجوزك تاني وتالت وعاش. بس راسها بحب وهو مش مصدق نفسه. سابته وطلعت جريت على أوضتها وهي قلبها بيدق من الفرح. وبعد فترة كانوا عملوا فرح كبير جدا، وبعد ما الفرح خلص روحوا على البيت. أخدها في حضنه وهو بيقول أيوة، انتي أحلى واحدة شافتها عيني، نظرة منك بتداويني يا إنجي. وبسها من خدها وهو بيقول بحب لما خليتيني أبقى بني آدم كويس وقربت من ربنا، حسيت إن كل مرة كنت بدعي فيها إنك تكوني قريبة مني وإن ربنا يجعلك من نصيبي دنيا وآخرة، حسيت إن ربنا استجاب لدعائي. كانت إنجي واقفة باصة في الأرض وهي مكسوفة. ساعتها شالها وهو بيقول بابتسامة قررت أخطفك تاني، بس المرة دي وإنتي في حضني بقى. إنت العوض ليا عن كل حاجة وحشة حصلت في حياتي،
ومعاك ببقى في أمان ومطمنة يا حلوة انت، حتى لو انت خاطفني. محمد كان فرحان قوي وبسها من راسها، وهو مش مصدق انه اتغير وان ربنا رزقه بيها. ولحد هنا بتخلص قصتنا يا حبايب قلبي. أتمنى إنها تكون عجبتكم، ولو عجبتكم فرحوا قلبي باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم مني كل جديد. وأشوفكم بخير في قصة جديدة، ومع السلامة.